أهلا. البودكاست اسمه ندوب. البودكاست مهتم بالأفكار الملفتة في الكتب بتاعة علم النفس والفلسفة. غالبا الكتب بتبقى بالإنجليزي واحنا بنوصلها بالعربي، أو ممكن تكون كتب عربية بس مش واخدة الضوء قوي. طيب، الكتاب اللي أنا هتكلم عليه النهاردة اسمه Existential Psychotherapy، العلاج النفسي الوجودي، لدكتور اسمه إيرفين دي يالوم. هتكلم عن حالة هو اتكلم عليها. الحالة دي كانت كتبت شعر وبعتته للدكتور بعد ما العلاج خلص. هو سؤال الحلقة كله على فكرة، هل العلاج النفسي ممكن هو يوقف نموك في الحياة ولا لا؟ ده اللي هنتكلم عنه في الحلقة. كارين المريضة اللي كانت عند إيرفين دي يالوم كاتبة الشعر ده، بتقول: أريد أن أتحرر مثل كلب يتحرر من الماء، لأحرر ذاتي من تأثيرك. كنت حرة جدا معك، تركتك تقترب من قلبي وتعلقت مثل اللحم للمعدن الجليدي. كن دافئا واتركني أمضي، لأحرر نفسي علي أن أمزق من لحمي، أصنع جروحا لن تلتئم. أهذا ما تريده مني؟ الإنجليزي ده ترجمة الكلام اللي فات بالإنجليزي: I wanna shake like dog out of water to free myself from your influence. I was too free with you, let you too near my heart, and got stuck like flesh to icy metal. Warmed me and let me go. To free myself I must tear flesh, make wounds that will not heal. Is that what you want from me? كارين كانت من إحدى المرضى بتوع إيرفين دي يالوم. كارين كانت شخص مزوخي، يعني عكس السادي. هي بتستمتع بالألم، السادي بيستمتع إن هو يؤلم اللي قدامه. المازوخية أو الماسوشية بتستمتع بإن هي تصاب بالألم. كان عندها رفض كامل للتغيير، كان عندها اكتئاب، كان عندها مشاكل في الفترة ما بين الصحيان والنوم. الفترة دي كانت بتلوث فيها. لما راحت لإيرفين دي يالوم، هي عشان هي مازوخية، هي كرست وقتها لان هي تاخد اهتمام من الدكتور وتحاول تقعد معاه ولو دقايق زيادة في المكتب بتاع الدكتور. مازوخية في ان هو كل ما بيصدها هي كانت بتتبسط. حاولت تروح محاضراته عشان تشوفه فكان بيصدها فهي تتبسط. خلت الدكتور اكبر من الحياة، بمعنى ان هو حتى لما خلاها تقرا كتاب هو كان كاتبه عن احد مرضاه، والكتاب ده هو كان بيتكلم فيه عن عيوبه الشخصية الدكتور، وازاي علاقته بالمريض خلته ان هو كدكتور يشوف عيوبه ويشوف التوترات اللي جواه. لما كارين قرأت الكتاب، على عكس ان هي المفروض تشوف الدكتور كبني ادم، لا هي شافته ان هو انت ازاي شجاع قوي كده ان انت شاركت العيوب بتاعتك كده بشكل عام قدام الناس، بدل ما تنفر من الدكتور، بدل تقول ما عنده عيوب، بدل ما تحس انه بني ادم. هي شافت ان هو شجاع جدا. هي دي طريقتها في التعامل مع الضعف بتاع الاشخاص المهمين اللي في حياتها. في نقطة احنا نسينا نقولها، ان الكتاب اصلا بيتكلم عن فكرة المعنى، عن فكرة الحرية، عن فكرة في 4 تيمات رئيسية هو بيتكلم عليها. في الفصل ده هو بيتكلم عن التيمة بتاعت الناس اللي بيبقى عندهم توتر، خصوصا توتر من الموت، سواء هم ناس الدكتور قال لهم ان هم قرب يموتوا او ناس عاديين في الحياة. الناس دي بيبقى ليها في ناس بيبقى ليهم طريقة معينة في التعامل مع التوتر ده. حاجة من الاتنين: يا إما بيتوجهوا لشخص من الأشخاص ويسموه المنقذ اللي مفيش زيه، ويتعاملوا معاه على أساس إن هو شخص خالد وعلى إن هو ما يحسوش إن هو بشر زيهم. يا إما بيقتنعوا في نفسهم إن هم أشخاص خاصين جدا ومفيش زيهم. ده دفاعين الإنسان المتوتر بيروح ناحيتهم عشان يحتمي من فكرة الخوف من الموت. فهي كانت طريقتها زي ما هو واضح ان هي بتتعامل مع شخص معين او اشخاص ان دول اشخاص الخالدين الجبارين المنقذين النهائيين. فهي كانت بتتعامل مع الضعف بتاع ازاي الشخص اللي قدامها اللي هو بالنسبة لها مصدر القوة يضعف. لا، لما لقت الدكتور اتكلم عن ضعفه، اتكلم عن عيوبه، لا قالت لا دي شجاعة منه.
لما صديقها دخل المستشفى هي ما راحتش تزوره عشان هي مش عارفة تتعامل مع فكرة ان الشخصية القوية اللي في حياتها دي ممكن تكون حاسة بالضعف. ده مستحيل بالنسبة لها. هي كانت بتستخدم الألم عشان تاخد منافع من اللي حواليها، بمعنى ان هي كانت وهي صغيرة كانت ساعات كان جالها فقدان شيء عصبي عشان تاخد اهتمام، كانت بتحب ان هي تتعاقب عشان تاخد حماية من اللي حواليها لما الشخص القوي في حياتها يعاقبها، وده معناه ان هو كانه بيختار لها سكة ان هي تمشي فيها. العلاج بتاع إيرفين كان ناجح انه يشيل الاكتئاب يشيل التوتر، بس إيرفين حس في نقطة ان العلاج بيوقف نموها. ازاي؟ هو حس ده عشان هي ازدادت التعلق بيه. ده معناه ان هي مش عارفه تعتمد على نفسها، مش عارفه تشوف نفسها شخص جدير بان هو يتصرف، هي دايما مستنيه الشخصيه القويه اللي في حياتها تخليها تتصرف لها وتختار لها وتحط لها حدود. فإيرفين قرر بعد ما قعد 1.5 سنة يعالج فيها ان في 6 شهور احنا بعديها هنوقف العلاج. لما قال لها كده ابتدت التوتر يرجع لها تاني، ابتدت الهلاوس ترجع لها تاني، بقت بتهلوس ان في خفافيش بتهاجمها. كل ما تقول ده لإيرفين حاول يدعمها قدر المستطاع، بس قال لها برضو 6 شهور وهنوقف علاج، وفضل مصر على كلامه. بعد ما التوتر رجع لها وبعد ما كل ده حصل، في الاخر هي ابتدت تواجه الحقيقة، المخلص اللي قدامها ده هو هيمشي فعلا. فحاولت ان هي في اخر العلاج بعد ما حاولت تقاوم عن طريق التوتر عن طريق الهلاوس عن طريق كل ده، انها تقاوم وتضغط عليه عشان يكمل علاج، عشان هو بالنسبة لها الشخص اللي في القوة اللي هيقودها. في الاخر ادركت ان هو فعلا مصر ان هو هيسيبها، وفي اخر فترة في العلاج ابتدت ان هي تهتم ان هي تاخد كل اللي تقدر تاخده من العلاج لان هو مش هيستمر. وما رجعتش تروح له تاني بعد ال6 شهور دي غير مرة طلبت ان هي تقابله عشان في حد من اصدقائها توفى. ساعتها بس دي المرة اللي هو وافق ان هو يشوفها بعد ما العلاج كان واقف. فنوصل هنا لنقطة السؤال اللي احنا كنا بنتكلم فيها، هل ممكن العلاج النفسي يقف ضد نموك؟ في جملة هو قالها بالكتاب إيرفين ديالوم، قال ان مع ان المعالج ممكن يكون مفيد جدا، انما في نقطة معينة بعديها مش هيقدر يديك زيادة. في العلاج زي في الحياة في جزء مش هنقدر نهرب منه، من العمل الوحيد، من العمل بوحدة، ومن التواجد بوحدة. الالتصاق او الالتحام بشخص معين مريح بس بيفقدنا نفسنا. فدي الفكرة، ان ازاي العلاج النفسي اللي انت رايح عشان يساعدك ازاي ممكن يؤدي لان انت في الاخر تطلع شخص اعتمادي. انت ممكن تكون بتدور وانت رايح العلاج على شخص ياخد لك قرار، ماشي ده ممكن في اول فترة، بس لو انت مكمل كده انت محتاج تبص لنفسك وتشوف طيب انا كده بستفيد ايه، حد بياخد لي قراراتي. لو انت بتخضع لعلاج نفسي دلوقتي وقف وفكر انا بقالي قد ايه مع المعالج او الطبيب. طيب بغض النظر طبعا عن بعض الامراض اللي هتكمل، انا بكلمش عن علاج دوائي، انا بتكلم على فكرة ان انت تكون محتاج على 24 ساعة حد يقولك تعمل فيها ايه. المعالج عمره ما يكون معاك ال 24 ساعة، بس انت ممكن تكون مستني من اليوم لليوم اللي بعده في الاسبوع عشان تروح للمعالج عشان يساعدك. ده ممكن يكون في الاول، بس ما ينفعش تكون مكمل سنين ورا سنين وانت هو ده اللي انت بيوصلك من العلاج النفسي، ارشاد لا نهائي. في جزء انت هتبقى فيه لوحدك، لازم تسأل الدكتور طب انا امتى اقدر ابقى لوحدي، امتى اقدر اتخطى فكرة الاعتمادية. هو ده اللي انا عايزه اقوله. شاركوني رأيكم في الموضوع. وانا طبعا ما بتكلمش هنا على العلاج الدوائي، انا ما برشحش لاي حد ان هو يوقف العلاج الدوائي بتاعه، دي حاجة ممكن تستمر لاخر العمر، دي حالة مختلفة عن اللي انا بتكلم فيه. انا بتكلم عن فكرة ان انت تبقى مستني الدكتور او المعالج من الاسبوع للاسبوع عشان ينظم لك حياتك، وان ده حاجة تفضل مكملة معاك لحد الى ان يعني يذهب حد منكم للدار الاخرة بعد الشر. بس فعايزه اعرف انتوا رايكم ايه، انتوا رايكم ان لازم خلاص انا طالما معتمده على حد بياخد لي قراراتي سواء الدكتور او سواء حتى بره لو انت مش متعالج نفسيا، ان انت معتمد على الاب او الام او الصديق لدرجه الاعتماديه دي،
هل دي حاجة من رأيكم المفروض تكمل لحد آخر العمر؟ شاركوني رأيكم، قولولي، وأقابلكم في حلقة جديدة. سلام.